المقيمين في أوروبا، وهذا يحدث لنا كثيرا. وفكرة أن نتقابل وجها لوجه بعد ذلك فهذا شيء رائع. وأنا أشكر فعلا هذه الجهود التي أتت بنا من مختلف محافظات مصر ومختلف المنتديات الأدبية إلى أرض الإسكندرية الجميلة التي هي عشق كل مبدع وغرام كل إنسان يعشق الجمال ويقدر الجمال. هذه هي الإسكندرية التي عشقها الإسكندر الأكبر ومنحها اسمه. هذه تحتفي بنا هذه الليلة. أقول للإسكندرية شكرا لكم. أقول لكل مبدع يكتب في الإنترنت نرحب بك في أرض الواقع أيضا. فكرة أن نلتقي، وبالمناسبة أدعوكم لمنتدى عاطف الجندي غدا في اتحاد الكتاب. نحن نقيم ندوة شهرية باسم المنتدى في اتحاد كتاب مصر. لنا لقاء ثابت السبت الأول من كل شهر. فأتمنى أن كل منتدى أدبي بالفعل يكون له أيضا يوم تجمع شهري، أنه يلتقي مع الأدباء ويلتقي مع أعضائه للتعرف فيما بينهم. أعزائي شكرا لكم، سعيد بوجودي هذه الليلة معكم، وسأستمع وسأغرد معكم في الشعر إن شاء الله. سأكون سعيدا أكثر في استماع إليكم. شكرا لكم. شكرا. شكرا للأستاذ عاطف الجندي، شكرا للأستاذ الكبير الأستاذ الكبير جابر بسيوني. وكنت عايز أتكلم عن بعض المنتديات بسرعة كده. منتدى عاطف الجندي، منتدى الأستاذ عاطف الجندي منتدى ليه قيمة خاصة عن كل المنتديات الأدبية. المنتديات الأدبية المنتدى بيفتح المبدع أو عاشق الأدب بيخش يكتب أو يتابع من خلال المنتدى لما يعرف بيه عن طريق البحث، عن طريق صديق بيقول له في منتدى اسمه الأستاذ عاطف الجندي، فبيخش يشارك. دي كل المنتديات المصرية كده، إلا المنتدى بتاع الأستاذ عاطف الجندي. الأستاذ عاطف الجندي مجموعة من الشعراء الكبار في مصر اتقابلوا في الأمسيات، اتقابلوا في الندوات، قعدوا مع بعض في السنوات الأدبية وقرروا يكونوا منتدى. يعني عكس كل المنتديات اللي بدأت ومش عارفة مين اللي هيكتب فيها. لا، ده الناس التقت الأول، سمعوا بعض، قعدوا مع بعض، عرفوا بعض، عملوا منتدى. بسم الله ما شاء الله. لو حبيت تدور في قاموس عن كلمة توصف بيها منتدى الشاعر عاطف الجندي مش هتلاقي كلمة غير منتدى العمالقة. ليه؟ بيكتب في منتدى الأستاذ عاطف الجندي الأستاذ عاطف الجندي، الأستاذ عادل عوض سنة، بيكتب الأستاذة زينات الأليوبي، بيكتب الأستاذ يحيى زكريا، بيكتب الأستاذة عزة الزرقاني، بيكتب الأستاذ عبد الله جمعة، الأستاذة فوزية شاهين، الأستاذة وداد الهواري، وأسامي. يعني لو قعدنا نقول أسامي بقى يبقى يعني لو قعدنا نقول أسامي العمالقة اللي في المنتدى ده يبقى اليوم مش هيكفي. فطبعا بقية الأسماء غنية عن التعريف، يعني مش محتاج ان انا اعرف بيهم. ده منتدى الأستاذ عاطف الجندي او منتدى العمالقة. في المنتدى الثاني معانا النهاردة في منتدى التكية. منتدى التكية لو دورنا برضو على اسم المنتدى التكية لوصفه، منتدى الشباب القادم بقوة الى الساحة الأدبية. ده منتدى مجموعة من الشباب عايزين يعملوا حاجة على الساحة الأدبية ويعملوا حاجة للحركة الأدبية في مصر، فاجتمعوا وكلهم حماس وحيوية وبيتحركوا بنشاط غير عادي. عملوا العديد من المطبوعات، داخلين على المطبوعة ال7. هم دلوقتي اتأخروا علينا علشان هم في معرض اسكندرية للكتاب عندهم حفل توقيع لديوانين او مجموعتين قصصيتين. فبسم الله ما شاء الله عليهم، منتدى الحركة والنشاط والشباب القادم الى الساحة الأدبية بقوة. ده منتدى التكية. لو دخلنا على منتدى اصحاب اللي أسسه الأخ الحبيب والشاعر الكبير الأستاذ أيمن عمارة، ويقوم بالإشراف على الأقسام الأدبية فيه الأستاذ الشاعر الكبير أحمد إبراهيم. فين الأستاذ أحمد إبراهيم يا جماعة؟ الأستاذ أحمد إبراهيم عمل من منتدى أصحاب حاجة جميلة، ومنتدى بيسير بهدوء نحو القمة، فهو منتدى يجمع بين الخبرة والشباب. والأستاذ أحمد إبراهيم يشجع الشباب دائما وأبدا على التجديد، وهو يعتبر رائد من رواد الحركة الأدبية على الإنترنت. وطبعا أسس المنتدى معاه العديد من الشعراء، ولكن يبقى الأستاذ أحمد إبراهيم
هو عصب منتدى اصحاب. فتحيه لمنتدى اصحاب الاستاذ احمد اسماعيل. في معانا برضو منتدى ابناء طيبه. الاستاذ احمد شربيني وصل ولا لسه؟ منتدى ابناء طيبه اسسه الاخ الحبيب الاستاذ جابر المصري والاستاذ محمد جمال ابو حمزه، وطبعا الاستاذ احمد الشربيني يعتبر هو روح ابناء طيبه، لان هذا المنتدى مر بازمات عديده، ولكن يبقى احمد الشربيني هو قائد الحركه الادبيه في هذا المنتدى، وسيظل ابناء طيبه روح احمد الشربيني. فهو منتدى جميل، وسيحتفل في الايام القليله القادمه بطباعه ديوان لجميع الكتاب والأدباء الذين أسروا الحركة الأدبية في هذا المنتدى. فألف مبروك لمنتدى أبناء طيبة مقدما، وأهلا ومرحبا بهم في ملتقى المنتديات الأدبية المصرية في الإسكندرية. في معانا منتدى أسارير. منتدى أسارير منتدى يختلف عن باقي المنتديات، فإن الأستاذة تقى المرسي التي أسست المنتدى حافظت على الشكل الجميل، وحافظت على اللغة العربية والشعر الموروث والتراث، وبتحاول بقدر المستطاع انها يعني يبقى ليها هذا الشكل وهذا الطبع الخاص الذي يميز منتداها عن باقي المنتديات، رغم ان بعض الناس من كتاب العامية ما بيلاقوش نفسهم في المنتدى قوي، يعني لان الاغلبية العامة فصحى. اهلا ومرحبا بالشاعر الكبير الاستاذ احمد الشربيني. اتكلمنا على ابناء طيبة، كنت فين يا استاذ احمد؟ فده منتدى أسارير اللي ليه طابع خاص وليه شكل خاص وهيظل كده. وفي مكالمة تليفونية مع الأستاذة تقى المرسي أكدت أن ربما المحافظة على هذا الشكل قد يفقد المنتدى بعض الأعضاء الجدد، ولكن سيظل أسارير بهذه القوة وبهذا الشكل الجميل. في معانا برضو قلنا منتدى أصحاب، قلنا منتدى أبناء طيبة، في منتدى أبناء مصر، هذا الصرح العظيم الذي أسسه الأستاذ أحمد صلاح. تحية لأبناء مصر والأستاذ أحمد صلاح. والأستاذ أحمد صلاح لسه كنت بتكلم معاه